في يوم من ذات الأيام وليلة من ذات الليالي صاحي السادات وقال: وردة مش هتغني في مصر تاني، ممنوعة من غنى بأمر رئاسي. يا ترى ايه الحكاية وهي الأغنية الجريئة جدا اللي غنتها خلت الرئيس السادات يعمل كده؟ تعالوا بينا ويلا ما تنسوش اللايك والاشتراك. لما بنتكلم عن وردة الجزائرية فاحنا بنتكلم عن قامة من قامات الغناء العربي بشكل عام. الصوت اللي مختلفش عليه اتنين ولا الموهبة اللي اختلف عليها حد. ومع بداية فترة الستينات لقينا نجم بيلمع واسمه وردة الجزائرية، وبالمناسبة اسمها وردة فتوكي ومن مواليد فرنسا وتحديدا مدينة باريس. ولما نتكلم عن وردة مش هنتكلم عن الغنى بس، لا دي تميزت كمان في كل حاجة مثلتها، يعني زي مسلسل أوان الورد وزي فيلم يا ليل يا زمن وفيلم حكايتي مع الزمان وفيلم ألمظ وعبد الحمولي. لكن من كتر حبها في الغنى ركزت جدا في الغنى وسابت التمثيل، ركنته على جنب، يعني مجرد كان كام عمل كده وبعد كده اتجهت ورجعت تاني لحلمها الأصلي وهو الغناء. وبالنسبة لموضوع منعها من الغناء في مصر فهنسمع هبد كتير جدا، وسمعنا بالفعل بعض الأقلام كتبت إنها كانت سكرانة فالرئيس السادات أمر بعدم الغنى في مصر. لا، كل ده ما كانش صحيح أبدا، ولكن وردة كانت ضحية الخلاف السياسي اللي ما بين الرئيس السادات وقتها والرئيس معمر القذافي رئيس دولة ليبيا. الخلاف كان سياسي بحت وكان مفيش أي حد ليه تدخل فيه، لحد ما غنت وردة أغنيتين يا قلب أمها في الثورة الليبية، أغنيتين للرئيس معمر القذافي. أول أغنية بعنوان صلي على النبي يا مصلي، والأغنية التانية كانت بعنوان إن كان الغلا يتزاد، والاتنين كانوا مدح للرئيس معمر القذافي. الأمر وصل مصر والناس ابتدت في الفتنة يا ريس، ده وردة بتغني لمعمر القذافي، وطبعا الناس الكويسة ما بتتوصاش. الرئيس السادات من هنا اعتبر إن وردة بتهين مصر وبتهين شخص الرئيس السادات بمدحها للرئيس معمر القذافي، وزي ما قلت لكم كان وقتها في خلافات سياسية. وبعد كلام كتير جدا أمر الرئيس السادات بمنع وردة من الغناء في مصر، وبرغم محاولات مقربين جدا للسيدة وردة وقتها إنهم يتوسطوا عند الرئيس السادات، إلا إن الرئيس السادات قرر ومرجعش في قراره لمدة 2 على التوالي اتمنعت فيهم وردة من الغناء في أي مكان في الدولة المصرية. وبس كده، دي كانت حكاية النهاردة. لأول مرة تشوفوا قناتي ما تنسوش اللايك والاشتراك، لو عجبكم الفيديو قولوا رأيكم في التعليقات، واشوفكم على خير في فيديو جديد. سلام.